عسلامة. اليوم باش نعملو طارت مالحة. خدينا 250 جرام فرينة، وخديت معاها مغرفة صغيرة سكر شطرها يعني، ومغرفة صغيرة ملح، وخديت معاها معظمة، نقعد نلمهم هكا مع بعضهم. حطيت معاهم 100 جرام زبدة، سامحوني. ما نبديش نصب الماء الا من نلمها بالكدا، والماء انا والفارينه يعني كل فارينه وكيفاش تستحق يعني باش تحط الماء. تبدا تتبعها بشويه تحسها تلمت وسي بون يعني، توقف على صابين الماء كيما عملت انا هكاكا. هوني خلوها ترتاح شويه في الفريجيدير، انا خليتها نص ساعه، وانتي كيما تحب يعني انتي والوقت اللي عندك. هوني حطيت طيبت السكالوب نتاعي كيما قاعدين تراو يعني، صوص عادي كل انسان ينجم يطيبها. مي انا حبيت ان نشارك معاكم يعني الصوص متاعي. حطيت راس بصل وزيت وسكالوب متاعي، وخليت لين البصل يذبال. وهوني مرقت شويه بالماء باش نحط الثوم، ثوم مرحي، وبالطبيعة لفاح ملح وكركم وفلفل اكحل باش نحطهم توا، شوية تابل معاهم. كل واحد طريقته يعني في تطيب الدجاج متاعو بالطبيعة. كيما قاعدين تراو طابت الصوص متاعنا، لازمها تجي شايحة. جبت البات متاعي وحطيتها في الطبق، وعملتها شوية بالمغرفة باش ما هوني حطيت الدجاج متاعي، انا عندي العظم الكبير يعني سمطت 3 كعبات. تنجم انتي تعمل حاره انتي والطبق متاعك يعني شي يكلف. كما قاعدين تراو نعملها بالمغرفه باش ندخلها شويه مع السكالوب. هوني عندي جبن توابع، نسلي توابع متاعنا سامحوني. لهني كل واحد وحر شنو يعني جبن اللي عنده، شنو يحب ياكل يحط جبن اللي يساعده، كل واحد وشنو معناتها يخير. انا عندي موتزاريلا عربي وعندي كريير، حطيت من الاول موتزاريلا ومن بعديك حطيت معاهم الكريير.
خذيت 3 عظمات كيما قلت لكم. العظم انت يعني شنو يعني يساعدك في الطبق نتاعك. انا 3 عظمات كبار هوني، وعملت لهم شويه كركم وشويه ملح وشويه فلفل اكحل. كيما قاعدين تراو الباقي نتاع الجبن رابي نتاعي حطيته وركزته معاه. هوني تبع بشويه ماذا بينا من الحراف للوسط. لازم يعني الخليط كله يدخل يعني في المكونات اللي حطيتهم، باش ما تجينيش مفترشه من بعديك، باش تطيب مع بعضها الكل وتشد روحها. نكملوا نعملوها بالمغرفه هكاكا، وبالطبيعه بعديك نحطوها تطيب في الفور. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه والطريقه. هوني حضرت الطارت نتاعنا، جت ما شاء الله كما قاعدين ترى.